الجفاف والاجهاد هو سلم، يعني فنبدي بالقطرات وبعدين نقدر نروح الى سد القناه الدمعيه، بعدين الى ادويه، فيحتاج هوايه امور على مود يوصل الى فد علاج معين. نعم دكتور حسن، احنا دائما نعود نفسنا انه نرتاح في حياتنا. نعم. كيف اذا العين تريد ترتاح؟ شنو الاشياء اللي ممكن تريح العين؟ يعني نعم. انا اخلي عين ترتاح بدون قطره. اي بدون قطره. اي لا جد والله. يعني مرات يقول لك روح الاماكن طبيعيه حتى عينك ترتاح. صح. شنو الاشياء اللي ممكن تريح العين طبيعيا؟ هي انه تعطيها مفك، انه ما تظل انت بدها تستخدمها كونتينيوسلي مستمر، انه بدها تستخدمها. فالايجاد هو شنو؟ اللي التركيز المستمر، مثل انت بدها تسوق بالليل او قاعد على الايباد لمده ساعه ساعتين، ما يصير، لازم تعطيها مفكه. ايش قد ممكن الوقت؟ لازم قلنا 10 دقائق، تاخذ دقيقه استراحه، تباوع على فد شيء بعيد، على مود شنو هاي تخلي العضله مال العين، عضلي مال العين، يعني شلون مرات انت تروح للجيم صحيح يصير عندك شد عضلي بجسمك ويألم، نفس الشيء بالعين اكو شد عضلي يصير. طب غير الشاشات، نحن شو معقول نكون بنعمل اخطاء شائعه مثلا كثير بتتعب عيننا وبتخلينا ناذيها؟ يعني كمان من زمان كان في اجهاد عين، مش بس هلا، حتى يمكن نعم. القرايه نعم. شو الاخطاء اللي نحن بنعملها اللي كمان بتخلينا كثير نتعب عيوننا، وكيف فينا يمكن نحسنها؟ يعني شو بتنصح؟ انصح استخدام القطرات المرطبه، ابعاد الشاشات تقريبا على الاقل 40 الى 50 سنتيمتر من الانسان، اعطاء راحه بين فتره وفتره، قلنا كل 10 دقائق فالدقيقه على الاقل، اخذ فيتامينات ترطيب العين اللي هي الفيش اويل، اوميجا 3 فيش اويل يساعد، الفلاك سيد اويل ايضا يساعد لجفاف العين، وشرب الماء بهوايه، لازم هاي كلها مهمه. شرب الماء لان مرات احنا همينا ننسى، واستخدام النظارات الواقية الشمس تحمي الإنسان من اليو في لايت، هاي كلها أمور مهمة. وما يعني شلون واحد يستعمل الكريم للوجه؟ صحيح. يعني هواية ناس يستخدمون كريم لوجههم يحافظون على بشرتهم، بس ينسون القرنية. القرنية من أهم الأساسية اللي لازم الأساسية اللي الواحد يدير باله عليها، ومنضل نتعبها كلها.